ما العيان يبتدي يخلع أول سنة كلهم بيجروا بعض. يقول لك خلاص، ما أنا حسيت بالوجع في سنة خلعتها، الوجع ارتاح. يروح رايح يخلع سنة ورا التانية، سنة ورا التانية، ويقول ما هو الوجع خلاص راح. ما هو خلاص هو راحت السنة، فالوجع لازم يروح يعني. وبعدين بقى يرجع يكتشف حاجة. الراجل بيقول إيه؟ أبركادابرا، يرجع كل حاجة زي ما كانت. يروح لساحر الأسنان بالنسبة له، لأن هو بالنسبة له مش دكتور سنان، هو راح لساحر. ويبتدي بقى معاه وهو عنده سنة واحدة بقى، ويروح رايح وبكل بجاحة في الدنيا، بكل بجاحة، بجاحة منقطعة النظير، ويملي على الدكتور هو المفروض يعمل ايه. يقول له بقول لك انا عايز اعمل ثابت. فيتعجب الدكتور من جرأته، لدرجة ان هو ممكن يسلم للحظات ويعمل له زرعة على حسابه عشان يثبتها له. بس اللي هو بيتعجب الدكتور فعليا من الطريقة اللي هو انا هركب ثابت، اللي هو حضرتك طلع لي مطوة وثبتني. يا سلام، حاضر يا فندم، بس هتثبتها على ايه؟ فيقول بكل بجاحة وللمرة التانية هركب ثابت على السنة دي. لو ايوه يا فندم، هتركبه من الناحية دي ثابت والتاني هيبقى متحرك، يعني هيبقى طالع ونازل من ناحية والتانية دي ثابت عليها. طب يا فندم اعقل الكلمة، ما ينفعش. يقول لك لا، بنت عم سلفة اخت امي قالت لي ان هي ركبت ثابت على سنة واحدة. لا خلاص، روح لبنت عم سلفة اخت امك دي تركب لك، يعني هو احنا مالنا؟ ده شيء ما يخصناش يا فندم. قال لك سنة واحدة ركبت عليها. يقول لك انا اعرف دكتور بيركب على سنة واحدة ثابت. ماشي، روح له يا فندم. يعني هو الموضوع باختصار وببساطة شديدة، لو انت تعرف حد بيعمل معجزات وعنده زمن المعجزات لسه شغال، روح له. هو حضرتك جاي ليه؟ يعني هو الموضوع بسيط خالص. فيبص لك كده ويقول لك خلاص، طب ايه الحل؟ نقول له يا فندم يعني اعمل متحرك يا نزرع، وساعتها ممكن نركب حاجة ثابتة. يقول لك مش هركب متحرك. خلاص ماشي، ما تركبش متحرك يا فندم. نركب كام زرعة؟ والله على حسب، 4 6 هنشوف. يقول لك يا نهار أبيض، أنا لسه هفتح كل ده وهعمل مش عارف إيه، وهتشيل من العظم وهتستنى شهور عشان العظم يكمل تاني أو يرجع تاني. يا فندم حيرت قلبي معاك، نخلص. فاختصارا للموضوع، عشان الموضوع حتى يكون فيه إفادة، العيان اللي بيجي كمان لو هو جاي الجامعة فبيروح جايب كل قلاطة في الدنيا، يقول لك تكلفة الزرعة كام؟ تقول له تكلفة الزرعة كذا كذا كذا، وعشان حضرتك تركب عليها حاجة ثابتة فاحنا محتاجين تقريبا من بدايتها من 4 زرعات، فهيبقى التكلفة مبلغ وقدره. يروح جاي كده يقول لك مش انتوا بتدفعوا؟ اعمل لي ثابت، ازرع لي 4 وركب لي عليه. اه حاضر يا فندم، ما انا الخدام اللي اشتروه لك. حاضر يا فندم. ايه القلاطة دي يا فندم؟ فيعني عشان نختصر الموضوع ويبقى فيه إفادة، عشان الواحد يركب ثابت هو محتاج يكون في سنان قبليها وسنان بعديها. وعشان الواحد يركب ثابت ليه سنان معينة يكون هي اللي ناقصة، بمعنى ان احنا يكون مثلا عندنا سنتين ناقصين وعندنا سنة قبليهم وسنة بعديهم، وتكون السنان اللي فاضلة من السنان القوية اللي تستحمل القوة بتاعة المضغ اللي نازلة عليهم. ما هو شيء منطقي. فمثلا احنا عشان نعوض الناب اللي موجود قدام ده لازم يكون عندنا السنة اللي في النص او الاتنين قواطع، وسنة من السنان اللي وراه او اللي هي الضواحك. ما منطقي، عشان نعوض كنوعين يعني محتاجين يكون عندنا انسايزز ومحتاج يكون عندنا بريمولرز. هو انت هتعوض سنة ازاي وانت ما عندكش حاجة قبليها وبعديها عشان تبقى تثبتها عليها؟ في حالة ان احنا ما عندناش حاجة وراها خالص، لازم ساعتها نركب حاجه متحركه، لان احنا مش هنعرف نثبتها على حاجه، لان زي ما قلت ان هو هنثبت على ناحيه، اما الناحيه التانية هتبقى عامله زي المرجحه. حضرتك تيجي تاكل وانت عندك سنان تحتيهم، فتيجي تاكل على الحته دي اللي في مقابلها الدنيا بتتحرك، هيحصل ايه بقى؟ كوبري قاعد يتمرجح كده. فده مش هينفع ومش اوبشن. لحد ما الحمد لله
اكرموا الناس وربنا كرمنا بحل الزراعه. والمفروض ان هو كان نعمه ولكن هو نقمه في نفس الوقت. نقمه بالنسبه لدكتور السنان من بعض العيانين، ونعمه لدكتور السنان مع بعض العيانين، بتكسب اكيد. ولكن نقمه بحته ان هو انت لسه هتفتح وتشيل من العظم وتعمل مش عارف ايه، وفي الاخر خاصتني 3 شهور عشان ارجع بعد كده عشان تاخد لي مقاس عشان تعمل لي التركيبه. لا يا فندم، طب يعني ما احنا مش صحراء. والله خارج عن ايدنا، بره عني والله. فالزراعة حل جميل ولطيف، ولكن له مزايا وله عيوب. ما ينفعش مع ناس معينة، ما ينفعش عند ناس اللي عندها شوية مشاكل صحية، ما تنفعش. الناس المدخنة بشكل كبير ما ينفعش معاها الزراعة. الناس اللي عندها ضعف في العظم وتآكل فيه برضو ما ينفعش. الناس اللي خلع بقالها كتير وما عندهاش مستوى عظم كويس برضو ما تنفعش. فبتنفع في حالات، وفي حالات تانية الزراعة ما بتنفعش فيها. بس الزراعة مفيدة في تعويض سنة أو أكتر من سنة. بس برضو واحدة من الحاجات إن هو اللطيفة اللي بنشوفها إن هو واحد ما عندوش تقريبا غير سنة واحدة، فيقول لك طب ازرع لي الناحية التانية وركب. اللي هو ما هو يا فندم هي مش كهارب. يعني ما أنا والله بودي أركب لك حاجة، بس ما ينفعش أزرع لك الناحية التانية وأركب. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتركب وأنت عندك زرعة وسنة زينة رمضان في النص، فده مش أوبشن. فمشاكل وبنوعين. ولكن في المرة القادمة أنا عايز أبعد بقى عن أسنان وأكلمكم عن الناس اللي بتعدي الشارع. عشان الناس دي أنا جبت آخري منهم، عشان مش على آخر الزمن واحد هيبقى فاكر نفسه سوبرمان ويوقف لي العربية كده. ما هو أنا مش هبقى جاي بسرعتي وأنت بتوقف لي العربية كده. ما هو حضرتك بص، هل حضرتك لابس كلوت؟ هل حضرتك هنا عليك علامة اس هنا؟ لا، يبقى خلاص، يبقى حضرتك ما توقفليش العربية كده. بس بعد إذن سيادتك نلم نفسنا عشان الحلقة الجاية بقى هنشتم براحتنا.